إذا كنت من عشاق النادي الإفريقي، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، لأن القادم سيكون مثيرا في حديقة نادي الشعب. يبدو أن الأخبار تتسارع داخل أسوار الإفريقي، فالموعد يقترب مع الاتحاد الذي يدخل المباراة مجروحا بعد هزيمة ثقيلة بثلاثية أمام شبيبة القبائل وانسحاب شبه مؤكد من رابطة الأبطال الإفريقية. هذا المعتقد يجعل المواجهة القادمة في ردس نارية، لأن الاتحاد سيقوم بردة فعل قوية لتعويض سقوطه القاري. هنا يظهر دور المدرب فوزي البنزرتي. الأجواء واضحة، المباراة لن تكون عادية ولا تحتمل الأخطاء. التحضير الذهني قبل التكتيكي هو السلاح الأول، لأن الاتحاد سيقاتل بلا ضغط، بينما الإفريقي سيلعب أمام جماهيره وأمام 25,000 عاشق ينتظرون الانتصار ولا شيء غير الانتصار. وبعيداً عن أرضية الملعب، تتحرك الإدارة بالتوازي مع التحضيرات الرياضية، حيث تتواصل المفاوضات مع عدد من اللاعبين التونسيين مزدوجي الجنسية لتعزيز الرصيد البشري في الميركاتو الشتوي. ذلك لأن ملف علي يوسف أصبح شبه محسوم. اللاعب رفض التجديد، ومن المنتظر أن يكون حراً في ديسمبر، وهو ما يفرض على النادي التحرك السريع لضمان بديل قادر على تقديم الإضافة منذ الجولة الأولى. المعطيات الداخلية تؤكد أيضاً أن فوزي البنزرتي طالب بصرامة بانتداب المدافع جاكمبي، اللاعب الذي يعرفه جيداً عندما اشتغل معه سابقاً، ويرى فيه القطعة التي يمكن أن تغلق ثغرات الخط الخلفي قبل المواجهات الكبرى القادمة. إذن، مباراة الاتحاد ليست مجرد 3 نقاط، بل بداية مرحلة جديدة. ردة فعل على الميدان، تحضير نفسي أقوى، وميركاتو سيحدد ملامح الإفريقي لبقية الموسم. جماهير نادي الشعب، أنتم اللاعب رقم 1. كونوا في الميعاد، وكونوا السند، فالقميص يستحق، والتاريخ لا يرحم المتخاذلين. شكرا على المتابعة. لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك، ونلتقي بعد مباراة رادس بتحليل كامل لما سيحدث على الميدان. عاش الإفريقي!